بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أحبائنا متابعي قناتنا سيرة قديسين وشهداء وآباء، سلام لجميعكم. ونقدم لكم اليوم سيرة شهيد من الشهداء القديسين، وهو الشهيد القديس أبو فام الجندي الطحاوي. ولد هذا القديس في بلدة طحا الأعمدة، تابعة لمركز صمالوط محافظة المنيا حاليا بصعيد مصر، من أبوين وثنيين. ولما بلغ 12 من عمره قدم أبوه عطايا كثيرة للأمير لينتظم ابنه في الجندية، فارتقى حتى صار من مقدمي قصر أبرهت أو قصر أبرهت، مكانها الآن دير البرشا شرق النيل بمركز ملوي. وقد عرف عنه حبه للعدل والدفاع عن المظلومين، وبإرشاد من الله مضى إلى أحد الكهنة فعلمه مبادئ المسيحية ثم عمده. وعند مرور السفينة التي كانت تحمل القديس بكتور ابن رومانوس التقى القديس أبي فام وشجعه على الاستشهاد. وبالفعل رفض القديس فام أن يبخر للأوثان أثناء وليمة الملك، وكان عمره في ذلك الوقت حوالي 30 سنة، فصدر الأمر بإلقائه في السجن. وهناك ظهر له الملاك غبريال وشجعه قائلا: طوبى لمن ينتقل من هذا العالم وهو حامل ثمرة إيمانه بالسيد المسيح، لتكن قوته وسلامه معك. ولما عرضوا عليه السجود للأوثان رفض. أرسله الوالي إلى أسيوط مقيدا، حيث التقى بشهداء كثيرين. وقد عذبه والي أسيوط بالهمبازين وبتجريح رأسه بإمشاط حديدية وبوضع مشاعل نار في جنبيه، وفي هذا كله كان يشكر الله ويسبحه، إذ حول له الله الألم إلى تعزية داخلية. ولما تحير الوالي في تعذيبه أمر بقطع رأسه خارج مدينة أسيوط، ونال إكليل الشهادة. وقد حضرت أخته سارة لحظات استشهاده وسمعته يسبح الله وسط الألم، وهكذا انطلق وسط الأفراح السمائية ليمارس الفرح الأبدي. فأخذت أخته جسده وكفنته ودفنته، وأقيمت كنيسة باسمه في الموضع الذي أكمل فيه سعيه، وله كنيسة باسمه حاليا في مدينة أبنوب بمحافظة أسيوط، وكنيسة أخرى بقرية البرجاية شمال المنيا. بركة صلواته فلتكن معنا، ولربنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.